السلام عليكم عشاق ومحبي الزعيم أينما كنتم طابت أوقاتكم أهلا ومرحبا بكم. الميركاتو الصيفي للزعيم هذا الموسم من أقوى الميركاتو التي مرت خلال السنوات الفائتة، متمثلة في 5 صفقات أبرزها صفقة تيو هرنانديز، وأيضا صفقة داروين نونيز، صفقة علي لاجمي، وأيضا دارسي، وأيضا صفقة خليفة الدوسري. في هذا الفيديو سوف نتحدث عن هذه الصفقات بشكل عام، وعن مميزات كل صفقة في الميركاتو الصيفي الحالي الذي ينتهي يوم 10 من سبتمبر الجاري. بداية سوف نتحدث عن تيو هرنانديز. هرنانديز هو ظهير أيسر قادم من نادي ميلان الإيطالي، فرنسي الجنسية، يبلغ من العمر 26 عاما. نقاط القوة: سرعة فائقة، قدرة هجومية ممتازة، تسديدات قوية من خارج منطقة الجزاء، قدرة على التمرير الطويل. بالنسبة إلى ما سوف يقدمه للهلال، الهلال سيحصل على ظهير أيسر عالمي قادر على التغطية الدفاعية والهجوم، وهو لاعب يجيد خلق الفرص ويزيد من العمق الهجومي للفريق، كما يتميز بالخبرة الأوروبية الكبيرة، وأيضا خصوصا مع ميلان العريق والكبير ومشاركته في دوري أبطال أوروبا. بالانتقال إلى الصفقة الثانية، وهي صفقة داروين نونيز الغنية عن الحديث. داروين نونيز هو مهاجم قادم من نادي ليفربول الإنجليزي، وهو أوروغواي، جنسيته أوروغواياني، يبلغ من العمر 26 عاما، يلعب في مركز المهاجم الصريح. نقاط القوة: القوة البدنية، السرعة، القدرة على الانطلاق بالكرة والمراوغة، وتسجيل الأهداف بالرأس والقدم، والضغط العالي على الخصم. بالنسبة إلى ما سوف يقدمه للهلال، مهاجم هداف عالمي قادر على صناعة الفارق في المباريات الكبيرة. وجوده سيمنح الهلال خيارا هجوميا متعدد الأوجه، يزيد من خطورة الفريق أمام المنافسين المحليين وأيضا القاريين. بالحديث عن الصفقة الثالثة، وهي صفقة علي لاجمي، مدافع قادم من نادي النصر السعودي، سعودي الجنسية، يبلغ من العمر 25 عاما، يلعب في مركز قلب الدفاع. نقاط القوة: قراءة رائعة للعب، التمركز الدفاعي والموضوعي، القوة في المواجهات الثنائية، الانطلاق بالكرة نحو الوسط. بالنسبة إلى ما سوف يقدمه للهلال، سيعزز العمق الدفاعي ويعطي ثباتا في خط الدفاع، خاصة في المباريات التي تتطلب صلابة بدنية ومتابعة دقيقة للمهاجمين السريعين والخطيرين. بالنسبة إلى الصفقة الرابعة، وهي صفقة عبد الكريم دارسي، لاعب وسط من أهلي جدة، بالطبع هو سعودي الجنسية، يبلغ من العمر 24 عاما. بالنسبة إلى نقاط القوة لهذا اللاعب: التمرير القصير والطويل، قطع الكرات، القدرة على بناء الهجمات من العمق ومن الخلف، ويغلق المساحة أمام الخصوم، ويخلق توازنا بين الدفاع وبين الهجوم، وأيضا قادر على الانضباط بشكل كبير، وقادر على تعزيز الثقة ما بين مركز الحراسة ومركز الدفاع، وأيضا بالإضافة إلى قدرته على التمريرات البينية إلى العمق الهجومي. أما بالنسبة إلى الصفقة الخامسة، وهي صفقة خليفة الدوسري، وهو لاعب وسط من نيوم، يبلغ من العمر 23 عاما، سعودي الجنسية، يلعب في الوسط الهجومي والجناح أيضا. بالنسبة إلى نقاط القوة: السرعة، المراوغة، التسديد من خارج منطقة الجزاء، القدرة على اللعب على الأطراف. بالنسبة إلى ما سوف يقدمه للهلال، جناح هجومي سريع، يستطيع كسر خطوط الدفاع وخلق فرص للتسجيل، كما يعزز الخيارة التكتيكية للمدرب على الجناحين الأيمن والأيسر. من الواضح أن صفقات الهلال في الميركاتو الصيفي الحالي صفقات مدروسة بشكل عميق وبشكل دقيق، سواء في الخطوط الدفاعية أو في الوسط أو حتى في الخطوط الهجومية. هذا إن دل على شيء فهو يدل على أن المسيرين وعلى أن المسؤولين عن التعاقدات والاستخدامات يرون في أن هذه الخيارات هي خيارات مثالية جدا، خصوصا
بالموسم الكروي الحالي الذي سوف ينافس فيه الهلال على أكبر المنافسات سواء المحلية أو الآسيوية.